جربتي قبل كده تعملي العرق التربيانكو من غير عرق الفيليتو نهائي؟ تعالي اوريكي طريقة ممتازة تعملي بيها العرق التربيانكو من غير العرق الفيليتو اساسا، وبيطلع طعمه في منتهى الجمال، وهوريكي هنقدمه ازاي كمان. بصي السوا عامل ازاي من جوه، متماسك وقريب جدا جدا من العرق التربيانكو. هنستخدم لحمة مفرومة بدلا من العرق. بصي بقى هننزل بيه نص كيلو من اللحمة المفرومة في الكبة، وهننزل عليها بشوية كده من الثوم البودر، وشوية من البصل البودر، وشوية من الملح، شوية من الفلفل الاسود، عليهم شوية كده من البقسماط المطحون حوالي ربع كوباية، وهننزل عليهم بشوية من الجنزبيل وشوية من القرفة. القرفة والجنزبيل اختياري، ولكن عايزة اقولك بيفرقوا جدا في الطعم، مش عارفة ليه ناس كتير بتستغربهم. حطيت شوية من البابريكا، وهنزل كمان ب2 من البيضة. مش هتحسي نهائي بطعم القرفة ولا الجنزبيل، بس بيدوا طعم وسنس كده ممتاز جدا. نزلت ب4 فصوص من الثوم المطحونين، وضربت الكلام ده كله كده مع بعض في الكبة لحد ما احصل على قوام ناعم جدا، لحد ما اللحمة تدوب معاكي خالص كده وتنعم تماما، وتطلع شعيرات كده عشان تمسك في بعض وتطلع معانا نفس شكل العرق تمام. ناخد بقى اللحمة بعد ما نعمت معانا تماما، وهنجيب الستريتش نفرده كده، ونديله رشة من الزيت، حطيت على ايدي شوية كده من الزيت علشان لما امسك اللحمة ما تلزقش في ايديا، لانها ناعمة جدا بالمنظر ده. هنلف بقى رول كده بالمنظر ده، ونقفل كويس زي الملبساية كده، نربط من الجنبين لحد ما نعمل منظر العرق كده. هناخده بقى ونجيب ورق الفويل ونقفل عليه كويس جدا بورق الفويل. هنلفه بردك رول كده بورق الفويل، ونقفل عليه من الجنبين بالمنظر ده. هنجيب بقى صينية وهنزل فيها بمية مغلية، والمية المغلية توصل لحد نص الصينية كده. بوريكي هنا الفتحة تكون من فوق عشان ما يدخلش مية واحنا حاطينه في الصينية. نص الصينية كده مية، وهنقفل بقى من فوق بالورق الفويل ونحطه في الفرن بالمنظر ده كده. هنسيبه بقى على الرف اللي في النص حوالي ساعة ونص على درجة حرارة 200. هيطلع معاكي بقى مستوي طالع بالمنظر ده بعد ساعة ونص في الفرن. هنجيب بقى 3 مكعبات كده من الزبدة، حبة تستخدمي دهنة، حبة تستخدمي ليا، حبة سمنة زي ما انت حابة. حطيت شوية زيت على الزبدة عشان ما تتحرقش. هقولك ليه انا زودت الزبدة، اوريكي هنعمل ايه بعد ما نحمر العرق كده. سميته عرق خلاص. وبعد ما نحمره وينزل الصوص بتاع العرق كده في الزبدة، اقولك هنعمل بيها ايه. تحمري بقى ياخد وش كده، مش شرط جريل، تقدري تستخدمي اي طاسة عادي، بس الجريل كده بيديله شكل مميز. نزلت بقى بمعلقتين كبار من الدقيق على الزبدة، وبعد كده نزلت عليهم بشوية من اللبن،
وقلبت كده وحطيت شوية من الملح وشوية من الفلفل الاسود، وهنقلبه كده لحد ما يبقى معانا زي صوص البشاميل كده، صوص تقيل بالمنظر ده. وهننزل بيه بقى على العرق ونقدمه بالمنظر ده، او هنعمل زي ما انا هعمل دلوقتي عشان في بعض افراد الاسرة ما بتحبش تاكله بالصوص، فهتخلي الصوص لوحده وهقولك هتقدميه ازاي. بصي بقى لما اتقطع السوا عامل ازاي، رهيب. حاجة كده تجنن، غير طعمه مش قادرة اوصفلك طعمه عامل ازاي، طعمه في حتة تانية خالص. بصي نص كيلو اللحمة رمى معاكي كمية قد ايه. هنحط بقى كده نقدمه جنب الرز وننزل عليه بالصوص بالمنظر ده. لو حابة بقى تقدمي من غير صوص عادي، اللي بيحبه بالصوص هتقدمي له في الطبق بتاعه بالمنظر ده كده. رهيب 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 رهيب. عايزة اقولك ممكن تعملي جنبه مكرونة، مش شرط تعملي جنبه رز، زي ما انتي بقى حابة.